سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. جبت لكم اليوم وصفه لي تارتولات بالشوكولا. كيما راكم تشوفوا هنايا استعملت واحد لاباط بزاف هايله وغاناش يجي ليس كريمو وسون بولدير. يلا نبداو مع بعض الوصفه. هنا عندي الفارينه مصيره من قبل، نضيف عليها سكر ناعم اللي هو سكر غلاس، شويه ملح وملعقه صغيره لافاني، ونحط عليها الكاكاو. نخلط كامل هذه المكونات الجافة. هذه هي الوصفة المعتمدة عندي أنا البنات. كاينة وصفة أخرى درتها من قبل في لي تارتولات وفخوي، هذيك ثانيك مليحة. ندخل فيها الزبدة ولا الماغارين كيما تحبوا، تكون باردة ومن الفريجيدار. ندخل هذيك الزبدة مليح مع المكونات الجافة حتى تولي ما تبانش كيما هكذا، ومن بعد ندير حبة بيض ونطم لاباط حتى تتلم كامل. نديرها في بابي فيلم وندخلوها للثلاجة لمدة 20 دقيقة باش تسهل لي الخدمة. تقدروا ثانيك تخلوها تبات 24 ساعة في الثلاجة. بعد ما ريحت العجينة نحلها بهذا الشكل، تكون رقيقة ماشي بزاف، ونجيب مول القطر نتاعو 10 سنتيمتر ونقطع به دوائر. نجيب مول يكون صغير عليه يكون القطر نتاعو 8 سنتيمتر. نحكم هذيك لاباط اللي قطعتها ونحطها فيه، ونبقى نطلع العجينة كامل حتى تخرج من المول كما راكم تشوفوا في الصورة. ومن بعد نقص الزيادات بالموس وندخلها للمجمد حوالي نصف ساعة إلى ساعة ما يهمش. ومن بعد ندخلوها للفرن يكون سخون من قبل على درجة 180 درجة لمدة 20 دقيقة. هنا لتحضير الكاناش وش لازمني؟ عندي هنا شوكولا سوداء تكون نوعية جيدة، نضيف عليها شوكولا بالحليب، نذوبها في بان ماغي. من جهة أخرى نروح ندير في كاسرونة كريمة سائلة، تخيمولين، الجلوكوز، نحطهم فوق الفرن يسخنوا فقط، ما لازمش يغليو، يعني يلحقوا للدرجة 85 ونحيهم. لازم هنايا تاخذوا بعين الاعتبار هذو النصائح باش يخرج الكاناش كيما احنا رانا حابينه. هنا بعد ما ذابت الشوكولا نفرغ فوقها الكريمه اللي كنت سخنتها من قبل ونخلط، نقسمها على 3 مرات، في كل مره نخلط من تحت للفوق غير بالعقل. علاش؟ باش ما يجونيش هذوك لي بولدير في الكاناش، نخلط غير بالعقل حتى نكمل الكميه. في الاخير راح نضيف الزبده ونخلط شويه. والمرحله المهمه نجيب بول يكون غامق، نحط فيه الكاناش نتاعي وبالبغا ميكسور نخلط ويكون عمودي على الكاناش كيما راكم تشاهدوا. ما لازمش نخرج البغا ميكسور كي نكون نخلط. علاش؟ باش ما يتكونوليش هذوك الفقاعات الهوائيه، ومن بعد الكاناش كي نفرغوه فوق لي فون دو تارت يجي معمر بلي بولدير. كاينه حاجه اخرى ثانيك، هذه الطريقه راح تخلي الكاناش كريمو وفيه هذيك لا بريونس، يعني اللمعه هذيك اللي تجي من الفوق على السطح كيما الكلاصاج ميغواغ. هنا التزيين اختياري، انا فضلت نحط ورده من الشوكولا فوق لي تارتولات. وصلنا لنهاية الفيديو، مديت لكم كامل الطرق باش يخرج الكاناش كريمو ما فيش لي بولدير. ان شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم، ما تنساوش جيم وبارطاج مع احبابكم، هكذا باش تعم الفايدة وتكبر عائلتنا. في امان الله.